عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم قناه حلوه قوي. انا عارفه ان اللي متابعيني كلهم يعني امهات. القناه دي حلوه قوي، اسمها يلا نذاكر سوا. هي بتشرح مواد يعني عربي، ومنزله دراسات ورياضيات، وان شاء الله هتكمل في مواد تانية. تابعوها يا بنات ودعموها. هي بتشرح بشكل حلو جدا، شرحها نحو وانواع الخبر، وشرحها مواد لخمسة ابتدائي ورابعة ابتدائي وتانية ابتدائي، ومنزلة فيديوهات دلوقتي لتأسيس تعليم القراءة من الأول. ما شاء الله طريقتها حلوة، وهتساعدك ان انتي تذاكري مع ابنك. ولو انتي في يعني دروس مش فاهماها او مش بتدي ابنك دروس، اتفرجي على الفيديوهات بتاعتها وذاكري مع ابنك. ادعموها يا بنات، وقولوا لها ان انتوا جايين من عندي. هسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن بوكس، واتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوا قناتها ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنكمل اخر لغه من لغات الحب الخمسه، اللي هي تقديم المساعده او تقديم الخدمات. الكاتب بيحكي لنا حكايه في اول الفصل خالص. بيقول ان في اب جه عنده ولدين، فالاب ده بيسال الولدين هل انت شايف ان انا بحبك؟ فواحد فيهم قال له ايوه يا بابا، علشان احنا لما بنروح البلد التانية او المدينة، انت بتاخدني وبتجيب لي اللي انا عاوزه، وبتقضي معايا وقت حلو، بنلعب مع بعض وكده. سأل الولد التاني قال له ايوه طبعا انت بتحبني، انا شايف ان انت بتحبني، بس في حاجة حسستني ان انت مش بتحبني. قال له ايه؟ قال له وقت لما كان العربية بتاعتنا آه غرزة، وانا طلبت منك المساعدة وقلت لك تعالى تعالى طلعها معايا، انت مرضتش. فالاب بيقول للكاتب ان انا كنت عاوز اخليه يعتمد على نفسه، بس هو فهم التصرف ده مني ان انا مش بحبه. فالكاتب بيشرح فرق بين نقطتين. فرق بان انتي تخلي ابنك ازاي يعتمد على نفسه من غير ما تحسسيه ان انتي لا مش عاوزة تساعديه. الاطفال اللي بيبقى لغة الحب عندهم هي تقديم المساعدة، انت هتعرفيه ازاي؟ انت هتعرفيه لما هو دايما يقعد يقولك يا ماما انا بساعدك، انا عملتلك انا ساعدتك في تنظيف البيت، انا عملتلك مش عارفه ايه، انا بساعدك يا ماما، انا بساعدك انا بساعدك، انا عملت كذا عشان بساعدك. الطفل ده هو ده اللي بيكون لغة الحب السائدة عنده، هي تقديم الخدمات او المساعدة. الطفل ده ازاي اقدم له لغة الحب بتاعته من غير ما اخليه اعتمادي واتكالي، وبعد كده ارجع اندم ان انا خليت ابني مش معتمد على نفسه بحجة ان انا بقدم له لغة الحب بتاعته. اول حاجة ان انا يعني ما مش على طول بقدم له نفس الحاجة. يعني مرة من المرات ممكن انا عارفة ان ابني مثلا بيحب سندوتش معين، مرة من المرات ممكن اعمله له واديه له لو انا معوداهم ان هم بيعملوا لنفسهم. مرة من المرات لو هو مثلا راجع من التمرين تعبان ولا حاجة، وانا معوداه ان هو اللي بيحضر جدول المدرسة بتاعه، ممكن انا اللي احضر له الجدول المرة دي. مرة من المرات ممكن انا اساعده في اي حاجة هي مطلوبة منه، بس يعني انوع ومش يبقى بشكل متصل. ليه؟ علشان ما يتعودش ان انا خلاص المهمة دي بقت عليا انا. تاني حاجة، في امهات بتبقى عايزة ابنها يعتمد على نفسه، وتقعد تقول له ايه؟ اعتمد على نفسك، اعملها لوحدك، اعملها لوحدك. طيب يا ستي يا بنت الحلال، انت اصلا ما قلتلوش يعملها ازاي. يعني هو مثلا في امهات انها يقول لها ماما انا جعان اعملي لي سندوتش، تقول له اعمل لنفسك. طيب لا، ما تقوليش اعمل لنفسك. اول مره قولي له الحاجه بتتعمل ازاي. ممكن مثلا ام تيجي تقول لاولادها ايه؟ انا ما عادش هحضر هدوم لحد، كل واحد يحضر هدومه قبل ما ينام، وخلاص اعتمدوا على نفسكم في الجزئيه دي.
لا، كده غلط. الصح ايه؟ في ان انتي مثلا كل يوم هتجيبوهم جنبك وتوقفيهم وتقولي لهم انا بحضر هدومكم بالليل كذا، بحط البنطلون بالشكل ده والتيشيرت بالشكل ده والكوتشي بالشكل ده مثلا والشراب جواه. وما تنساش مثلا الشراب، ما تنساش ان انت تمسح الشوز بتاعتك، ما تنساش لو كنت بتلبس حزام تحط الحزام جنب الهدوم. واحد اتنين تلاتة، تعلميهم ازاي بيعملوا الحاجة. تاني مرة هتقفي معاهم وتشوفي هم بينفذوا الخطوات ولا لا. تالت مرة بقى هتسيبيهم. وهكذا في موضوع المذاكرة. انا مع ان الام تساعد ابنها في المذاكرة لحد مثلا تانية ابتدائي او تالتة ابتدائي، بعد كده هبدأ اشيل ايدي واحدة واحدة. بس في ناس يعني متطرفين من ناحيتين، يا اما تقدم الخدمات بشكل مبالغ فيه، تفضل طول عمرها هي اللي بتاكله في بقه وتفصص له السمك، تفضل طول عمرها هي اللي بتعمل له كل حاجه، وهي فاكره ان هي كده بتقدم له لغه الحب، في حين ان هو ممكن تكون لغه الحب بتاعته حاجه تانية خالص اصلا. غير مشكلتنا ان احنا بنقدم للناس يعني طريقه حبنا بلغتنا احنا. المفروض ان انت تقدمي الحب اللي قدامك بلغته هو مش بلغتك انت. وفي امهات تانيين تبقى مثلا تتطرف على الناحيه التانية، تقول له لا مش هعمل لك حاجه، اعتمد على نفسك في كل حاجه. ايوه، ان الطفل يعتمد على نفسه في كل حاجه ده شيء كويس جدا، بس شيء كويس برضو ان انت تعلميه ازاي يعتمد على نفسه. وشيء احلى كمان ان انت بين كل فتره والتانية تساعديه، خاصه لما تكوني حاسه يعني ان هو محتاج المساعده دي او الخدمه دي منك في وقت من الاوقات. حلو قوي برضو ان انتي تخيري ابنك بين حاجتين. يعني برضو بيجيلي ازاي نعرف لغة حب ابني ازاي. مثلا تعالي في يوم من الايام قولي له النهارده احنا عندنا اجازه، تحب نعمل ايه؟ تحب ان انا احضر لك الهدوم بتاعت الاسبوع، او اعمل لك مثلا ساندويتش، اعمل لك كب كيك، اعمل لك اي حاجه تمثل خدمه بالنسبه له. او نقضي الوقت ده مع بعض، نتفرج على فيلم كرتون، نقضي الوقت ده مع بعض، ن- نلعب مع بعض لعبه حلوه، نقضي الوقت ده مع بعض، نخرج. آه، اي حاجه بقى ممكن تبين لك لغه الحب بتاعته. آه، كمان النوع ده من الأطفال بيكون عندهم حب مساعدة الناس قوي. يعني زي ما قلت برضو على النوع لغة الحب بتاعته الهدايا، كمان النوع لغة الحب بتاعته تقديم الخدمات. ده بيبقى حلو جدا جدا في العمل المجتمعي، ممكن تشاركيه في جمعية خيرية، ممكن توظفي الحتة دي في ان هو يبقى انسان يخدم المجتمع، يخدم الناس. هو هيبقى مستمتع جدا بالموضوع ده، وانتي هتكوني زرعتي في ابنك حب الخير، وده ان شاء الله يكون عمل صالح ليكي وصدقة جارية ليكي في تربيتك لأولادك. زي ما قلنا بين فترة والتانية حضري له شنطته، ساعديه في عمل الواجب، اعملي معاه اي حاجة تحسي ان هو محتاجها في الوقت ده. آخر حاجة حابة اقولها لكم ان الطفل اقل من 5 سنين بيكون محتاج منك كل لغات الحب دي، وبيبقى اصلا صعب ان انتي تحددي نوع لغة الحب بتاعته. بعد ال5 سنين بقى انتي بتقدري تحسي او تعرفي ايه اكتر لغة من ابن، يعني هي دي لغة الحب عند ابنك، بتشبعيها بشكل اكبر. بس برضو مش بتستغني عن باقي اللغات، لا، بتشبعيه بيها بس بقدر اقل من اللغة الاساسية.